في عالم لا يرى بالعين المجردة، هناك قوى خفية تتحرك بيننا، ترسل وتستقبل، تؤذي وتشفي، وتغير مسار الأيام دون أن نعي. العين ليست مجرد نضرة، إنها ذبذبة مشحونة بطاقة نابعة من القلب والعقل في لحظة واحدة. حين يختلط الإعجاب بالحسد أو الدهشة بالغيرة، تتكون شحنة خفية تخرج من الإنسان، تتجه نحو من نظر إليه فتلتصق به كما تلتصق النار بالقطن الجاف. كل شيء في الكون مبني على الطاقة، وكل طاقة تحمل نغمة خاصة بها. حين تكون ذبذبتك متناغمة، تشعر بالسلام، بالجمال، بالرضا. لكن حين تصيبك العين، تعكس هذه الذبذبة فجأة، وكأن مرآتك الطاقية قد انكسرت. تبدأ تشعر بتغيير في حالك دون سبب، تعب بلا علة، ضيق صدر غامض، نوم متقطع، أو صداع يأتي ويذهب بلا تفسير. تلك ليست أوهاماً، إنها العلامة الأولى على أن الطاقة المعكوسة بدأت تعمل داخلك. العين ليست مجرد طاقة سلبية تصيب الجسد، بل هي خلل في التوازن الطاقي بينك وبين من أطلقها. أحياناً تأتي من شخص قريب لا يقصد الأذى، لكنه لا يتحكم في انبعاث طاقته. وأحياناً ترسل عن عمد، من قلب مظلم يرى النور فيك فيغار منه. وهنا يحدث ما يسميه القدماء الاختناق الطاقي، حين تتوقف طاقتك عن الدوران بانسيابية داخل الجسد، وتشعر وكأن روحك محبوسة في مكان ضيق. العين تصيب أول ما تلمس قلهالة نورانية حولك، تلك الطبقة الخفية التي تحيط بالجسد وتحمل تفاصيل حالتك الروحية والنفسية. فإذا اخترقتها طاقة معكوسة قوية، تبدأ في تفريغ نورك الداخلي تدريجياً، وتصبح عرضة لكل أنواع التعب والمشاعر الثقيلة. وقد يرى بعضهم حينها كوابيس أو وجوهاً غريبة في المنام، أو يشعر بأن شيئاً يراقبه في الخفاء. كلها علامات على أن طاقتك دخلت في حالة اضطراب. لكن هناك سراً لا يعرفه كثيرون: إن العين لا تملك قوة مستقلة، إنما قوتها من استجابتك أنت لها. فكلما ازداد خوفك منها، كلما فتحت لها الباب لتدخل أعمق. وكلما زاد يقينك بالله وثقتك بطاقتك النورانية، كلما انعكست تلك الذبذبة السلبية إلى الخارج، وتحولت إلى نور يحميك ويزيدك قوة. في الأجزاء القادمة سنكشف كيف تتجلى طاقة العين في الجسد والروح، وكيف يمكن للنية والتطهير الثقيل أن يعيد إليك توازنك ويقفل دائرة الأذى نهائياً. كيف تتسلل طاقة العين إلى الجسد دون أن تشعر بها؟ حين تصاب بطاقة العين، لا تدخل إليك فجأة كما يتخيل البعض، بل تبدأ رحلتها بصمت شديد، وكأنها تبحث عن منفذ داخل جسدك الطاقي. كل إنسان يملك حوله مجالاً نورانياً كالهالة التي تحميه من الذبذبات الثقيلة. لكن حين تضعف هذه الهالة بسبب الحزن أو القلق أو الغضب، تصبح كالدرع المثقوب، وهنا تتسلل طاقة العين بخفة لتلتصق بأضعف نقطة فيك. قد تكون تلك النقطة في الرأس، فيشعر المصاب بثقل غامض أو دوار لا تفسير له. وقد تكون في القلب، فيبدأ الإحساس بالضيق أو النفور من الأشياء الجميلة التي كان يحبها سابقاً. وأحياناً تضرب طاقة العين الجهاز العصبي مباشرة، فيشعر الإنسان برشفة أو برودة في الأطراف،
أو نوم متقطع مليء بالكوابيس. والغريب أن كل ذلك لا يحدث عشوائياً، فالطاقة السلبية تبحث دائماً عن نقطة ضعفك الطاقية، تماماً كما يعرف الماء كيف يتسرب من الشقوق. قد تكون كلمة واحدة من شخص حسود كافية لتحدث صدعاً في طاقتك إن كنت وقتها حزيناً أو مهموماً أو مشتتاً. لذلك يقول الحكماء: الطاقة لا تصيب إلا طاقة مشابهة، أي أن العين لا تتمكن من الدخول إلا إن وجدت فيك تردداً يشبهها. حين تتسلل طاقة العين، تبدأ بإحداث اضطراب في دوران الطاقة داخل الجسم، فتجد نفسك تنسى كثيراً أو تشعر بتعب مفاجئ بعد لقاء أو زيارة معينة، أو ربما تلاحظ أن وجهك فقد بريقه وأن نظرتك أصبحت باهتة. حتى الأشياء التي كنت تجذبها بسهولة كأنها تتعثر فجأة، كأن باب الحظ الذي كان مفتوحا أغلق بلا سبب. هذه هي العلامات الأولى لاختراق الهالة، حيث تبدأ طاقتك بالتراجع خطوة بعد خطوة، ومع مرور الأيام إن لم تعالجها تتحول العين إلى ما يشبه العقدة الطاقية التي تحبس النور في داخلك. تشعر حينها كأنك تمشي في ضباب كثيف، كل شيء من حولك باهت، حتى نفسك. لكن بالرغم من هذا، هناك قانون لا يتغير أبداً: ما دام النور فيك لم يطفأ، يمكنك استعادته متى شئت. في لحظة الوعي، حين تدرك أن ما تمر به ليس صدفة، وأن ما أصابك ليس إلا طاقة تحتاج إلى تطهير وتوازن، تبدأ رحلتك نحو الشفاء الحقيقي. النية هنا هي المفتاح الأول، أن تنوي بصدق أن تستعيد قوتك، أن تغلق كل باب مفتوحا للأذى، وأن تعلن لنفسك أن طاقتك لا يملكها أحد. في الجزء القادم سنكشف العلامات المؤكدة التي تظهر أن العين أصابتك فعلاً، وكيف يمكنك تمييزها عن السحر أو تأثير القرين، لتعرف أين تبدأ رحلة العلاج الطاقي الحقيقي. العلامات الخفية التي تؤكد أنك مصاب بطاقة العين. حين تصاب بطاقة العين، لا تعلن عن نفسها بوضوح، بل تتسلل في تفاصيل حياتك اليومية، كأنها تبدل ترددك من الداخل بصمت، لتشعر أنك لم تعد أنت. في البداية تظنها مجرد مصادفة، تعب بسيط أو مزاج سيء، لكن شيئاً في داخلك يهمس: هناك طاقة غريبة تلاحقني. أول العلامات تكون دائماً في الجسد، لأنه المرآة الأولى للطاقة. تشعر بخمول بلا سبب، صداع متكرر في نفس الموضع، أو ألم متنقل لا تثبته الفحوصات. وقد تشعر بحرارة أو برودة مفاجئة في مواضع معينة من الجسد، أو تنميل في اليدين والقدمين بعد مقابلة أشخاص محددين. وأحياناً تلاحظ أن جسدك يرفض النوم رغم التعب، وكأن طاقتك مستنفذة لكنها لا تجد طريقاً للراحة. أما العلامة الثانية فهي في النفس. تبدأ تفقد شغفك بما كنت تحبه، تشعر بنفور من بعض الأماكن أو الأشخاص دون السبب، وتميل إلى العزلة لأن ذبذبتك لم تعد متناسقة مع ذبذبات المحيط. الضحك يصبح ثقيلاً، والمشاعر الجميلة تخمد بسرعة، وكأن النور الذي في قلبك فقد بريقه. تتبدل مزاجاتك فجأة، وتجد نفسك غارقاً في الحزن دون سبب واضح. والعلامة الثالثة تظهر في عالمك الخارجي. الأشياء التي كانت تسير بسهولة تبدأ تتعطل. أبواب كانت تفتح لك بسهولة تغلق دون مبرر، والرزق يتأخر، والفرص تضيع قبل أن تصل إلى يديك، كأن طياراً خفياً يعاكسك في كل خطوة.
وهنا يدرك الروحانيون أن ذبذبتك النورانية انعكست، وأن الطاقة المعاكسة بدأت تحدث أثرها المادي. لكن أخطر ما في طاقة العين هو ما تفعله في عالم الأحلام. فالأحلام هي اللغة التي تتحدث بها الروح حين لا يستطيع الجسد الشرح. قد ترى في منامك أنك تسقط، أو أن هناك من يطاردك، أو تشعر بثقل يمنعك من الحركة أو الكلام. كلها إشارات على أن روحك تحاول أن تخبرك بما لا يقال في اليقظة، أن هناك طاقة غريبة تخترق هالتك وتقيدك. بعض الناس يرون وجوها غريبة في المنام، أو عيونا تحدق بهم، أو حتى ظلالا تتحلق في الظلام. هذه ليست أوهاما، بل رموزا طاقية تدل على أن العين وصلت عمقا معينا داخل الهالة. ولكن ولأن الكون متوازن، كل اختراق له علاج، وكل طاقة مظلمة تقابلها طاقة نور مضادة تنتظر استدعاءها. وفي الجزء القادم سنكشف كيف تعيد طاقتك إلى توازنها من جديد، وكيف يمكن لنية واحدة أن تغلق باب العين إلى الأبد وتعيد إشراقك الداخلي كما كان. بوابة الشومينج، وإزاي تفعلها في حياتك. في اللحظة اللي بتقرر فيها تهدى وتوقف السعي المبالغ فيه، الكون بيبدأ يتحرك ناحيتك. السر الحقيقي مش في إنك تجرى ورا الطاقة، لكن في إنك تسمح ليها توصلك. كل اللي محتاج تعمله إنك تكون في حالة استقبال. اقعد في مكان هادي، خد نفس عميق، وابتسم. الابتسامة دي بتفتح ترددك، زي ما الشمس بتفتح وردة في الصبح. دلوقتي تخيل إن في ضوء ذهبي نازل من فوق، بينزل بهدوء على راسك، بينتشر جواك، بينظفك ويغسلك من التعب، من الخوف، من القلق. سيب الإحساس ده يتمدد جواك. ولو في حاجة نفسك فيها، ما تطلبهاش بإلحاح، خليك تقول بهدوء: أنا مستعد أتلقى. الكلمة دي لو قلتها وانت حاسس بيها، بتفتح بوابة الشومينج، البوابة اللي بتوصلك بتردد الوفرة، السلام والحب. السر مش في إنك تعمل طقوس، السر في الهدوء الداخلي. في اللحظة اللي بتتوافق فيها روحك مع نيتك، الكون كله بيخدمك. ولو ركزت النهاردة على إنك تحس مش تفكر، هتشوف إن حياتك بتتغير ببطء. هتحس إن الناس بقت أهدى، إن الظروف بقت أسهل، وإن الحاجات اللي كنت بتجري وراها بدأت هي اللي تجيلك. وفي نهاية الجلسة افتكر دايماً: الطاقة بتحب اللي بيحبها، والكون بيحب اللي بيعيش بنية سلام. خلي نيتك كل يوم بسيطة: أنا منسجم مع طاقة الحب والنور. وساعتها هتحس إنك مش بس بتجذب، لكن بتتجلى جواك حياة جديدة بالكامل.